اهلا بيكم، معاكم شريف المصري وعينا امان. دي الحلقه التاسعه في موضوعنا عن الصدقه. اهتمينا بيها وعملنا لها عدد من الحلقات، وان شاء الله هنكمل فيها مع بعض وهنعمل عدد تاني من الحلقات. لان احنا ملتمسين اهميتها من ان الناس لما بتتوفى يوم القيامه، بعد يوم القيامه يعني بيطلبوا من ربنا ان هم يرجعوا تاني للدنيا عشان يعملوا صدقه. واتكلمنا على انواع الصدقات السهله وان هي اسلوب حياه وحاجات كتير. فاحنا دلوقتي بنتكلم في ايه هي مميزات الصدقات. يعني ايه المميزات اللي تنفعنا في الدنيا والاخره؟ قلنا شويه منها الحلقه الثامنه اللي فاتت، وهنكمل دلوقتي شويه تانيين. من ضمن الحاجات المهمه جدا ان هي بتطفي غضب ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا الصدقه بتطفي غضب الرب. يعني انا ممكن اكون عامل حاجه ربنا بسبب الحاجه دي هو غضبان عليا، زعلان مني. معنى كده ان الحاجه دي مش صغيره. معنى كده ان الحاجه دي مش صغيره. هي كبيره قد ايه الله اعلم، لكن معنى كده ان الحاجه دي مش صغيره. وعشان ربنا سبحانه وتعالى اطفي غضبه، اخليه اصالحه، ما يبقاش في غضب من ناحيته ليا، ان انا اعمل صدقه. ان انا اعملها بقى بقلبي وبعقلي وبلساني وبكينونتي وجزء من فلوسي. ان انا اعملها ازاي دي حاجه بيني وبين ربنا، هو اللي يقدرها. احنا قلنا من في كام حلقه فاتت ان انا عليا ان انا اعمل العمل وما اقيمهوش، ما اقولش ده هيطلع كبير وما اقولش ده هيطلع صغير، وكمان ما اقولش ده هينفع ولا مش هينفع. دي مش بتاعتي. عليا ان انا اعمل واسيبها له وهو يقيمها زي ما هو عايز، وهو اكرم الاكرمين. يبقى كمان هتطفي غضب الرب. هتمحو خطيئه. اكيد هي هتشيل خطيئه. هيبقى في خطيئه انا عاملها وهي هتمحوها، يمكن انا ما كنتش هعرف امحيها يعني. تعتبر وقايه من النار يوم القيامه. وده الاساس، يعني يمكن يكون ده الاساس في الموضوع، رضا ربنا والوقايه. فيها دواء للامراض، ودي قلناها في الحلقه اللي فاتت. هتخلي ربنا سبحانه وتعالى يبارك في المال، ودي قلناها برضو بس بنأكد عليها تاني لأهميتها. ربنا بقى هيضاعف الحسنات بتاعت الصدقه قد ايه؟ هيضربها في 10 ولا في 100 ولا في 10,000 ولا في 100,000 ولا في مليون ولا في رقم احنا ما نعرفوش. هل يمكن ان الصدقه لوحدها تكون كافيه ان احنا نخش الجنه من اوسع ابوابها؟ الله اعلم، دي بتاعته، دي حسبته. احنا نعمل والباقي حسبته. لكن احنا واثقين ان بنعمل حاجه صح، ما بنعملش حاجه غلط. واثقين ان احنا بنعمل حاجه ربنا حاببها واحنا بنعملها وقصدنا نرضي بيها ربنا سبحانه وتعالى. بيقولوا ان الصدقه صاحبها ربنا هيدخله الجنه من باب مخصص، وكانها يعني البساط الاحمر، باب قوار الزوار. يعني كمان مش زي الناس العاديه. زي ما قلنا ان هي بتدفع البلاء، ان هي بتخلي ان انا فرحان اني فرحت ناس تانيه. يمكن كمان تكون هي هتوصلني لمرتبه البر. ما هو كلنا مسلمين بنعمل حاجات حلوه، عايشين مع بعض في نفس المكان في نفس الدنيا، لكن في ناس بتوصل لمرحله البر. هي احد اسباب وصولنا لمرحله البر. ايه هي؟ الصدقات السهله اللي احنا قلناها، اللي هي عمايلها مش هياخد من وقتنا ولا من فلوسنا ولا من مجهودنا حاجات كتير. الصدقه افضل ما ينتفع به الميت وخير ما يهدي به الصدقه. في ناس بتقول ان الميت قبل ما يتوفى لازم يعمل الصدقه بنفسه. في ناس بتقول ان هو ما ينفعش يتعمل من فلوسه بعد ما يتوفى. دي حاجه انا ما اعرفهاش، لكن احنا لازم نعمل صدقه. يبقى نعملها للحد الميت، اذا نفعته نفعته احنا عاملينها بنيته، اذا ما نفعتهوش فهي هتقول عليا انا، هي مش هتطير، هي مش هتقع مني في الشارع ومحدش هيلاقيها يعني وتبقى مش بتاعت حد. احنا مستفيدين منها بكل الاحوال. مش عايز اطول عليكم. اتمنى نكون استفدنا من بعض، وهنكمل مع بعض الحلقات اللي جايه ان شاء الله. شاكر جدا.